سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا. حكومة آخ النوش والمركزية النقابية توقعان اتفاقا تاريخيا. لكن قبل الخوض في التفاصيل، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد الأخبار المغربية. وإليكم التفاصيل. في هذه الأثناء من صباح اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، تستعد الحكومة للتوقيع مع المركزيات النقابية وأرباب العمل الباترونة اتفاقا اجتماعيا جديدا. وكشف ذات المصدر أنه في هذه اللحظات يتوافد زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على مقر رئاسة الحكومة بالمشوار السعيد، استعدادا لتوقيع اتفاق اجتماعي وصفه مصدر حكومي بالتاريخي. ومن المتوقع أن يحضر حفل توقيع هذا الاتفاق الذي سيترأسه عزيز آخنوش رئيس الحكومة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة غيتا مزور. هذا وسيحضر كممثلي لشغيلة من المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعيم ميار الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي الهوير، وبوشتا بوخلفة ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهذا الاتفاق الاجتماعي الجديد يتضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و 400 درهم. دمتم في رعاية الله، وإلى